إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مساء الخير عليكم. مساء الخير عليكم وعلى كل الناس اللي بتشوفني. معلش اللايف اللي فات قطع، كنت بتكلم على الماتش يعني، بس انا ليا رسالة كده عايز اوصلها للناس، يعني لكل الناس اللي بتتفرج عليا. للأسف احنا في مصر يا جماعة بنتعامل مع فكرة ان انت تابع لشخص، يعني انت لا اما مع المستشار مرتضى منصور لا اما ضده، لا اما مع الكابتن محمود الخطيب لا اما ضده. بيتعاملوا ان انت اما بتعمل في مكان فانت بتشتغل عند رئيس النادي، ورئيس النادي هو صاحب النادي. والكلام ده للأسف يا جماعة بقى منتشر عندنا كمان. حتى كمان اما بتكون ما بتشتغل مع في مكان ورئيسه مثلا مختلف مع فلان او علان، فلازم انت شخصيا تبقى مختلف مع فلان او علان. تمام؟ يعني لازم يكون اعداء رئيسك اعدائك، او اعداء رئيس ناديك هم اعدائك. الكلام ده يا جماعة مع احترامي، انا عمري في حياتي ما شخصنت المواضيع. انا عمري في حياتي ما بشتغل في مكان الا ما بشتغل في مكان اللي هو اسمه نادي الزمالك، وده كيان نادي الزمالك، ده نادي كبير بيشجعوا ملايين من البشر. انا ما بشتغل في قناة نادي الزمالك، فانا بشتغل في قناة النادي اللي انا كنت كابتنه والكابتن التاريخي بتاعه، وبشتغل عشان خاطر جمهور نادي الزمالك العظيم اللي بيتفرج عليا وبيستنى حلقاتي وبيستنى اكون صوته في الاعلام. مستشار مرتضى منصور ربنا يعني يفك حبسه، هو شهر وهينتهي وهيطلع على خير ان شاء الله باذن الله. المستشار مرتضى منصور هو رجل دولة، رجل عنده مناصب كبيرة جدا في حياته، كان عضو مجلس نواب ورئيس نادي ومحامي كبير وقاضي سابق، فهو بيتحمل كل كلمة هو بيقولها ومسؤول عنها. فإذا القضاء حكم عليه بشهر بسبب سب او قذف، فهو بيتحمل نتيجة كلامه. المستشار مرتضى منصور اكيد هو بيتحمل نتيجة كلامه، وهو كقاضي سابق وكمحامي كبير دخل في قضية ودخل في درجات التقاضي، وانتهت درجات التقاضي الى الحكم، والحكم لا نستطيع ان احنا نعلق عليه. لكن احنا بنتمنى للناس اللي لينا عشرة معاهم وكان او رئيس نادي الزمالك، وبالتالي بنتمنى له الخير وبنتمنى له ان هو يطلع من الكبوة اللي مرت عليه ومن السجن اللي هو موجود فيه دلوقتي بإذن الله. لكن مرة واثنين وثلاثة، نحن لا نعمل عند أشخاص، احنا بنعمل في عشرة، في تمنيات بالخروج من القصة دي بسلام. بنحترم كل الناس، بنقدر كل الناس. عشان كمان حتى ما جيت قلت ان انا في النهار ان انا بحب الكابتن محمود الخطيب مثلا، الناس استغربت قوي. وانا في النهاية مرة واثنين وثلاثة احب الكابتن محمود الخطيب، احب المستشار مرتضى منصور، احترم المستشار مرتضى منصور، احترم كابتن محمود الخطيب. لازم هي دي تكون العلاقة اللي موجودة في اي مكان. انا ما باجي اتكلم في برنامج زملكاوي، انا بتكلم على نادي الزمالك، على حقوق نادي الزمالك، على ضربات جزاء للزمالك، على تحكيم ضد الزمالك، او على اداء لعيبة او صفقات جديدة. كل ده عشان انا صوت الزملكاويه وصوت الناس اللي طول الوقت بتبعت لي بره الهوا على الواتساب وعلى الماسنجر وعلى الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى كل حته، واللي بيزعل واللي بيبعت لي بصوته على الواتساب، واللي بيقول لي وجهه نظره، واللي بيقول لي قضيه، واللي يقول لي ناقش دي واتكلم في ده. فانا ببقى صوت الزملكاويه مره واثنين وثلاثه. كلنا نعمل داخل نادي الزمالك ولا نعمل عند أشخاص. أنا كنت مع المستشار مرتضى منصور وهو رئيس نادي الزمالك، وكنت مع الكابتن حسين لبيب وهو رئيس حتى لو مؤقت لنادي الزمالك.
وبالتالي احنا مع الناس اللي بتقود النادي عشان يعني نوصل بالسفينة لبر الأمان. واحنا مش ضد اشخاص ولا مع اشخاص ولا بنشتغل عند حد، احنا بنشتغل جوه نادي الزمالك اللي انا في يوم من الايام كنت كابتنه، والحمد لله الكابتن التاريخي والاكثر حصولا على البطولات مرة واثنين وثلاثة. اوعوا تشخصنوا المواضيع وتحسبوا بني ادمين على ناس وتحسبوا بني ادمين ضد ناس. احنا بنعمل في الاعلام الرياضي، هو اعلام بيسعى للتنافس وبيسعى لايصال الحقيقة للناس. القنوات الفئوية مختلفة تماما عن القنوات العامة، يعني قناة الزمالك او قناة النادي الاهلي، وانا قلتها في قناة النهار مع امير هشام، دورها هي مساندة مجالس الادارات، دورها هي تنفيذ سياسة نادي الزمالك، دورها هي مساندة اللاعبين، دورها هي اخفاء بعض المشاكل لمصلحة الفريق. هو ده دورها، مش دورها زي اي قناة عامة الواحد بيشتغل فيها. لان في القنوات الاندية ليس لديك الحرية الكاملة لقول ما تريد او طرح وجهة نظرك كما تريد، ولكن انت تطرح وجهة نظر مجلس الادارة اللي هو مسؤول عن قراراته. زي بالظبط كده كان زمان يقول لك كابتن صالح سليم كان بيخش ويختلف مع الكابتن حسن حمدي ومعرفش ايه، وتحصل خناقه وحكايه جوه المجلس، واول ما يطلعوا بره المجلس الكل يدافع عن القرار. بالظبط قنوات الانديه كده، قد اكون انا مختلف في بعض القرارات، قد اكون مختلف في بعض اللاعبين، جلب بعض اللاعبين، لكن انا مش مسؤول. ولكن دوري في قناه النادي اللي هي قناه فئويه ان انا ادعم قرار مجلس الاداره، لان هو اللي بيتخذ القرار وهو اللي مسؤول عن قراراته. فاي نجاح بينسب لمجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين، واي اخفاق بينسب لمجلس الاداره اللي اتخذ زي ما احنا بالظبط كده في يوم من الايام اشدنا وابتدى الناس تخش وانا اللي جبته وانا اللي طرحته وانا احمد السيد زيزو، وفي نفس الوقت ندين من اتى ببعض اللاعبين منهم مثلا سامسون اكينولا الذي لا يناسب نادي الزمالك مثلا يعني. وبالتالي وده كل موجود في كل حته. الناس دلوقتي بتشيد بمروان عطيه وفي نفس الوقت بتدين اللي جاب سافيو. فهي الكرة كده، واتمنى ان تكون رسالتي وصلت للجميع، زملكاويه واهلاويه. الى اللقاء.